طريقة الدجاج بالبروكلي والفطر. المقادير: كوب دقيق، كوب مرق، ربع كوب عسل، ربع كوب صويا صوص، نصف ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور، 2 فص ثوم، 2 ملعقة صغيرة زيت سمسم اختياري، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، كوب وربع بروكلي، بصلة صغيرة مقطعة شرائح، كيلو صدور دجاج بدون جلد مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم، نصف كيلو من الفطر. طريقة التحضير: في وعاء نضع كوب الدقيق، نخلط الدجاج بالدقيق جيدا. لتحضير الصلصة: في وعاء نضع كوب المرق والعسل والصويا صوص والزنجبيل المبشور والثوم المفروم وزيت السمسم. نقلب المكونات حتى تتجانس. في مقلاة على النار نضع ملعقة من الزيت، نضيف قطع الدجاج إلى المقلاة، نقلب الدجاج حتى يتحمر من جميع الجوانب. نرفع الدجاج جانبا. في نفس المقلاة نضيف زيت الزيتون، ثم البروكلي والبصل وشرائح الفطر. قلب الخضار لمدة 4 دقائق حتى تطرى. نضيف الصلصة إلى الخضار. نترك الخضار تغلي على نار هادئة لمدة 3 دقائق حتى يثخن قوامه. نضيف الدجاج إلى الخضار. نترك الدجاج والخضار على النار لمدة 1 دقيقة. يزين بحبات السمسم ويقدم مع الأرز. بالصحة والهناء. Till my shadow turns to sun rays, and on